لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. خير يا كرم باشا؟ موضوع كبير يا صلاح، مش هينفع واحنا واقفين كده. لا مؤاخذة يا باشا، اتفضل اتفضل. تعالي يا شاطرة. انا يا باشا. هو في شاطرة غيرك؟ نيلي ازيك يا صلاح؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت هتعلي صوتك وانا واقف ولا ايه؟ ما تحترم نفسك يا صلاح. اصل يا باشا لا اصلي ولا فصل ولا صورة. ادخلي يا بنتي. حاضر. اقعد فين يا صلاح؟ اتفضل اتفضل في الانتريه سيادتك يا باشا. ادي مفاتيح العربية وعلبة السجاير، مع اني ما بدخنش، والمسدس ابو جراب. واخد بالك انت يا صاصة؟ تشرب ايه يا باشا؟ هات لي شاي ويا ريت ازازة مية مشمبرة. ايه؟ ازازة مية مشمبرة. حاضر حاضر يا باشا. انا ما بشربش غير مية مشمبرة. ازيك يا ماما؟ نيلي، تعالي يا نيلي، تعالي يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا ماما. انت اللي وحشتيني اكتر. صحتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. لكن انت ما قلتليش جيتي ازاي وامتى؟ ما هو انا لما عرفت انك تعبانه اتجننت، قلت هاجي اشوفك واللي يحصل يحصل بقى. وصلاح سابك تدخلي عادي كده؟ ما هو انا مش لوحدي يا ماما. امال مين معاكي يا حبيبتي؟ رئيس مباحث الجيزه بذات نفسه. طب وليه كبرتي الموضوع يا بنتي؟ اوعى يكون جاي يقبض عليه. يا سلام، خايفه عليه قوي. ما هو دلعك فيه ده هو اللي حرمني منك. طب وطي صوتك، وطي صوتك، خلي الليله تعدي على خير. اتفضل يا باشا. قول لي بقى يا صلاح، انت مزعل الناس منك ليه؟ محافظة جنوب وشمال تقريبا هم اللي زعلانين. باشا انا ما روحتش ولا جنوب ولا شمال. ناس مين دي؟ الناس اللي انت مزعلهم اكيد السحنة بتاعتك دي مزعلة طوب الارض منك. يا باشا انا راجل عندي ضمير. ولما انت عندك ضمير هم زعلانين ليه؟ مؤاخذة يا باشا، انا بحط ربح قليل على الجزمة فبتتباع بأقل من سعر السوق. جزمة ايه يا صلاح؟ ما انا عندي مصنع جزم ولا مؤاخذة. مش الناس اللي زعلانين قالوا لك كده؟ حتى لو ما قالوش، هو في حاجة بتستخبى على المباحث؟ وطبعا يا باشا هم زعلانين عشان جزمتي عليها الطلب. طبعا جزمتك عليها الطلب، بس اللي انت لابسها في رجلك دي مش جزمة، دي مركب وهتقوم الساعة 5. شكلها هي عاملة كده ليه؟ اوعى يكون الكواليتي مضروب. اعترف يا صلاح، الانكار مش هيفيدك صدقني. البيت الخشب اللي انت قاعد فيه ده يزعم للشك. يا باشا انا جزمتي البريمو في السوق. هو سيادتك مقاسك كام؟ 42، بس بعد الكالو اللي حصل لي بقى 49. يا صلاح انت بتندع على نفسك يا صلاح ولا ايه؟ لا يا باشا، ده صلاح ابن عمي. ده ايه اللخمه اللي انت فيها دي؟ انا كفايه ان انا متعرف عليك. ايوه يا صلاح. هات تشكيله للباشا من المخزن مقاس 43. حاضر يا صلاح. ايوه يا باشا. لا مش انت، صلاح ابن عمك. كتر من البني ابو رباط يا صلاح. حاضر يا باشا. هو كرم اتأخر كده ليه؟ لسه بدري يا طنط، مشوار الإسماعيلية في الظروف اللي احنا فيها دي هياخد وقت. أنا لولا البت الغلبانة دي ما كنتش خليته يروح. اسكتي يا طنط، مش أنا اتكلمت مع أخويا في موضوع نيلي وخلاص ضن. ايه ضن دي؟ يعني خلاص موافق إنه يخطبها. استعجلت ليه يا راشا؟ هو كان شافها ولا هي شافته؟ مفيش وقت للكلام ده يا طنط، دي الحكاية كلها كام يوم. ولما هو مفيش وقت لازمتها ايه الخطوبة؟ ولا هو وجع دماغه وخلاص؟ يا طنط عايزين نفرح، نشتري شبكة ودي جي ونرقص. يا اختي لو مزنوقة في الرقص قومي ارقصي، هو في حد ماسكك؟ ما هو نيلي برضو أكيد نفسها تفرح. حد عارف هترجع مع كرم ولا هتقعد مع امها؟ لو رجعت يبقى في نصيب، وأنا قلبي حاسس إنها هترجع. طب قومي اعملي شاي وبلاش رغي. بقول لك يا سعاده الباشا، انت بتقرب مني كده ليه يا صلاح؟ انا كده ممكن ازعل، وانت عارف بقى زعل مباحث شكله ايه. انا اولع فيك خلي بالك. باشا اتاوب اولع وجهك. انا اسف يا باشا، بس انا كنت عايزك تصارحني. ما انا قلت لك الجزم حلوه، عايز ايه تاني؟ تحب اعمل لك اعلان في رمضان؟ يا باشا انا بتكلم عن نيلي. مالها الجزمه دي كمان؟ انت قبضت عليها فين يا باشا؟ يعني هو الموضوع ملخبط شويه بس. اهو ده اللي انا كنت خايف منه. اهدى بس شويه. ده اللي انا كنت خايف منه. اهدى شويه. ادي اخر الدلع ابويا الله يرحمه. العار لبسك من ساسك لراسك يا صلاح. يا عم انت هتعمل لي فيها العار يا صلاح. ما خلاص يا ريس، هي ايه ملحمه ابو زيد الهلالي هتقول العار يا صلاح؟ العار ايه يا ابني؟ هي العيله دي خيالها واسع كده ليه؟ اوعى تكون فاكر ان انا قبضت عليها في شقه لا مؤاخذه مع ناس لا مؤاخذه ويا حلوه يا بلحه يا مقمعه شرفت اخواتك الاربعه. لا 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 لا.
الموضوع مش كده تماما يا ابو صالح. هما كانوا اكتر من 4. يا دي الفضيحه، يا دي الخيال المخروب اللي في دماغك. يا ابني افهم ببقك اللي ضارب شمال ده. مش عايز غباء بقى. اسمع يا باشا ما تحاولش يا ابني، ما كانتش في شقه، ما كانتش في شقه اصلا. كمان ما كانتش في شقه. يا دي الفضيحه. امال قبضت عليها فين سيادتك؟ انا قبضت عليها فين يا ابني؟ ما قبضتش عليها، هي اللي قبضت عليا. انت بتقول كده عشان ما تجرحنيش صح؟ وانت تتجرح؟ انت عايز حاجه؟ انت عايز شجره عشان تتجرح؟ الله، انا لو اطول امسك الجزم دي واقطعها فوق دماغك هعمل كده يا صلاح، بس مش قادر، حجمك كبير ما شاء الله. انا لازم اعرف البت دي عملت ايه بالظبط. طب ابعد ايدك اللي شبه المطرقه دي، ابعدها من قدام وشه وانت بتشاور كده. اختك نيلي، مش اسمها نيلي برضو؟ ايوه يا باشا. انا استدعيتها لما جالي شكاوي منك، وقعدت تشكر فيك وتقول لي انك بلاك وكيوت. انا راضي ذمتك، ده منظر واحد كيوت بوشك اللي موارب ده واحد كيوت؟ ده انت قاعد قصادي وراسك خابطه في سقف النجفه. يعني نيل اختي قالت عليا كيوت؟ انت كده بتضحك عشان ابقى فاهم بس هقول الكلام من انهي حته. بتضحك. دلوقتي بقت اختك؟ في حد يرمي اخته كده الرميه دي؟ يا باشا ما هي اللي خرجت عن طوعي وراحت لا مؤاخذه تمثل. يا جدع طوع ايه؟ طوع ايه يا ابو طوع؟ انت هي حره تمثل ولا تغني وعموما خلاص. ايه نيل اعتزلت؟ يا عم مش نيل لوحدها، كلنا هنعتزل. انت ايه مش عايش في الدنيا بدماغك دي؟ هو ايه اللي حصل يا باشا؟ النيزك احنا كلها كام يوم وهننفجر يا صلاح. ايوه يا باشا. ليك حق بوشك ده مش هيأثر فيه اي انفجار. انا بتهيألي نضرب دماغك في النيزك بدل ما يضربوا الصاروخ. دخلني يا ابني اسلم على ام نيلي، خلينا غور من هنا. اتفضل يا باشا. الست ام نيني، يا ست ام نيني، حمد لله على السلامه يا ست الكل. الله يسلمك يا ابني. وصحتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا ابني. انا اول ما شفت نيلي وخدتها في حضني بقيت زي الحصان. طب ما انا صوتي اتنبح عشان اجي، ده انا شويه شويه هشحت حضنك. خليتيني اروح للي يسوى واللي ما يسواش واقول لهم اني ماليش اهل والحكومه اهلي. خلاص بقى يا بت بقى، خلاص يا ست زكي طليمات. حاضر يا باشا. انا لو عليا يا بنتي عايزاكي في حضني العمر كله، بس انت عارفه بقى اخوكي وتحكماته. يا ست الكل، يا ست الكل، انت ليه تخلي واحد بالحجم ده يتحكم فيك؟ بصي الوش ابنك عامل ازاي. قول لها يا باشا. ما هو صلاح الله يرحمه لما مات. هو صلاح مات؟ امال مين اللي انا قاعد معاه بره ده؟ صلاح اللي مات ده بابا. هي العيله كلها اسمها صلاح؟ ايه الميزه في الاسم ده؟ عايز افهم يعني. المهم المرحوم مات وسابني بطولي، لا ليا في مصنع ولا في جزم، والواحده مننا بقى لازم تتسند على راجل، وصلاح راجلي وابني الكبير. ما شاء الله ما شاء الله، ده يعني ده حيطه، ده انت تسندي عليه حيطه مش سند براحتك يعني. ومن ساعتها بقى هو كبير العيله، والكلمه كلمته والشورى شورته. انت عارفه يا ام نيلي، انا ليه يا عم اسمها نحمده؟ عاشت الاسامي يا ابني. عارفه جوزها مات وهي صغيره، وابويا حصله وهي صغيره بعدها بكام شهر، وسابوها بطولها وسط 20 فدان، وقررت انها تتسند على نفسها، وال20 فدان بقوا 30 فدان. ربنا يزيد ويبارك. انت عارفه كام شنب تحت ايديها؟ قولي كام شنب بيشتغلوا معاها في الارض، وكام بيت مفتوح على حسها. فوقي صحصحي ويك. طنط نحمده دي ينبوع حنان قمر. على فكره يا منيل، بنتك دي ست البنات، واقفه بطولها في الدنيا. اي نعم يعني لا شغل ولا مشغله، بس بنت جدعه. نيلي تربيه ابوها الله يرحمه. صلاح؟ ايوه. بقول لك يا ماما، ما تيجي معايا، انا محتاجه لك قوي. على عيني يا بنتي والله، بس انت عارفه ولاد اخوكي متعلقين بيا قد ايه. يعني ايه؟ يعني احفادك اهم مني؟ رأي المثل اعز الولد ولد الولد، معروفه يا نيلي. يعني هتسيبيني امشي وايدي فاضيه؟ ايدي فاضيه ده ايه يعني؟ نيجي الاسماعيليه يعني وما ناخدش حته مانجا يعني؟ لا مانجا يا باشا. يا صلاح يا صلاح. ايوه يا تيتا. ده بقى صلاح اخر العنقود. ده انتوا عيله ما شاء الله عليكم يعني، بصوا مجانين بالوراثه. قومي يا بت يا صلاح خلينا نمشي. يلا افتحي شنطه العربيه دي، خلينا احط قفص المانجا ده، يلا. ريحه المانجا حاجه كده فظيعه. طب اخلصي بقى قبل ما اخوك يطب علينا وياكل القفص. انا مش عارفه انت ازاي سيطرت عليه وخليته يقتنع انك رئيس مباحث بجد. هو حاجه من الاتنين، يا هو غبي يا انا بعرف امثل، وغالبا هو غبي. استنى عندي كانيلي. شفتي؟ مش قلت لك؟ تلاقيه عايز يدوق المانجا.